تعالى بقى احنا بنريح كده، هكلمك شويه عن الكتاب اللي نازل قريب. الكتاب ده مش مجرد كتاب تشريح للعضلات، لان معظمكم ان ما كانش 90% منكم بياخد الكتاب وما بيفهمش حاجه، او لو فهم لما بيجي يطبق برضه بيكون بيطبق غلط. فمن الاخر انت بتروح تشتري كتاب مش بتستفيد بيه لمجرد ان سعره رخيص، انما الكتاب اللي انا بكلمك عنه اللي جاي اقدمه لك واللي لسه ما تصورش الفيديو الاعلاني بتاع الكتاب ده، كتاب فيه حاجات كتير جدا انت هتحتاجها ومش موجوده على السوشيال ميديا، او بمعنى تاني مش بكل حاجه انت محتاجها. انما الكتاب اللي بكلمك عنه فيه كل حاجه انت محتاجها، برامج تدريبيه جاهزه متصممه باحترافيه بناء على علم الحديث. البرامج التدريبيه مختلفه، يعني مش برنامج واحد ستاندرد، تقدر تختار البرنامج اللي يناسبك وما تقولش لحد ان انا كاتب لك في الكتاب تختار البرنامج التدريبي بناء على ايه. دي نقطه. النقطه الثانيه واللي كتير منكم بيسال عنها، ازاي تنزل الميه زياده من جسمك، حاططها لك في الكتاب. ايه المكملات اللي انت محتاجها لو بتبني عضلات او بتنشف، حاططها لك في الكتاب عشان ما حدش يضحك عليك وياخد فلوسك لمجرد ترويج. والله حتى اسم الكتاب باين هدف الكتاب ايه. هدف الكتاب القضاء على التدريب الاونلاين. انا بمرن اونلاين، بقول لك الكتاب ده لو انتشر مدربين كتير هتوقف خدمه التدريب الاونلاين، لانك فعلا مش هتحتاج مدرب. الكتاب فيه كل ما تتخيله، مش مجرد كتاب تشريح، ده كتاب فيه حاجات يعني اقول لك ايه، بس اللي هياخد الكتاب هيعرف الكلام ده. المشكله الوحيده في الكتاب ده معايا هو حته ان الكتاب يتسرق، عشان كده الكتاب معمول بحجز، يعني انت هتحجز ولو العدد اكتمل زي ما انا محدد، ودي انا مش هقول لك عنها، هيبات للناس الكتاب كلها. وميزه الكتاب انه PDF، هيروح لك مكان ما انت موجود في اي مكان في الكوكب، طالما عندك نت الكتاب هيجيلك. لو قاعد بقى في القمر فوق وعندك نت هيجيلك. بس طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين، كنت اتكلمت في فيديو قلت ايه على البرامج التدريبيه اللي اتسرقت واتباعت، الناس كانت بتشتريها. طبعا انت عارف ان انا ما ينفعش انزل لك تمرين من غير تغذيه، فاهمني؟ فكان لازم اعرفك ازاي تصمم نظام غذائي لنفسك، سواء بتضخم او بتنشف او لمجرد شخص عايز تتبع اسلوب حياه صحي. انما لو انت شخص بتدور على برامج تدريبيه، فده موجود عندي على صفحه الفيسبوك والانستجرام. الحمد لله قدرت ان انا اظبط مقاسات البرنامج على مقاسات الانستجرام بحيث ان اكون متوفر على المنصات كلها. فلو انت بتدور على برامج تدريبيه بس، روح خد عندك على الفيسبوك وعندك على الانستجرام، خد البرامج يا حبيبي، خدها ووريني تعمل ايه. مشكلتك مش في التمرين ولا في الاكل، مشكلتك انك تعرف امتى تغير التمرينه دي وامتى تتمرن التمرينه دي، وازاي تختار النظام التدريبي الخاص بيك، وازاي تظبط اكلك مع التمرين، امتى تاكل كذا وامتى ما تاكلش كذا، عشان توفر فلوسك. المكملات اللي انت بتجيبها ايه اللي تجيبه وايه اللي ما تجيبوش، عكس لما شخص تاني يطلع يروج لك مكمل غذائي عشان انت تشتريه عشان هو بيجيله نسبه عليه، فاهمني؟ نفس القصه في الفيتامين والمعادن والكلام ده، كل ده مذكور. وازاي تسحب الميه وايه الحاجات اللي المفروض تكون معاك وانت بتسحب الميه من جسمك وكل الكلام ده. فكك من شاي بقى سكر، اصلا ده مش هينزل لك ميه، دي حاجه كده ضحك على العقول. زي برضه لما عاملين لك شوفان، يقول لك شوفان عالي البروتين، تروح تجيب كيس الشوفان 150 جنيه ولا مش عارف 170 جنيه عشان كاتب لك عالي البروتين. هو في شوفان عالي البروتين يا ابني؟ مفيش حاجه الكلام ده. في الاول وفي الاخر هو شوفان، يعني ما حطلكش فيه بروتين، فاهمني؟ هو البروتين اللي موجود في اي شوفان، يعني انت لو رحت جبت شوفان من عند العطار او فرن، فاي حاجه يتقال لك عليها هيلسي او صحي او دي بتفيد الصحه او دي مش عارف ايه، هتلاقيها غاليه. على فكره الكتاب ده مش غالي خالص، يعني سعره مقارنه بالتدريب الاونلاين ولا حاجه. يعني تخيل تشتري كتاب لمره واحده بس طول حياتك بسعر اقل من سعر التدريب الاونلاين، يعني اقل من ان انت تشترك مع شخص تدريب اونلاين 3 شهور. الكتاب سعره اقل من كده بكتير، لسه ما قلتش سعره ومش هقوله في الفيديو دلوقتي، هينزل في الاعلان بتاع الكتاب. وهتتمرن طول حياتك من غير مدرب، انت مش محتاج مدرب. ده غير ان في حاجه كنت ناوي اقولها حتى في الاعلان بس مش هقولها، الناس بس اللي هتاخد الكتاب هتعرف الموضوع ده في الخاص. قلت لك هنهي على التدريب الاونلاين مع اني بمرن اونلاين، بس هنهي لاني دايما بفكر في نقطه، هو انت كل 3 شهور هتروح تدفع لمدرب عشان يمرنك وياكلك؟ حاجه مش عقلانيه يعني. نيجي لنقطه ثانيه، طب لو انت معكش وعايز تبدا تعمل ايه؟ طب لو انت استلفت فلوس مثلا عشان تتمرن مع مدرب 3 شهور، طب بعد ال3 شهور دول هتعمل ايه؟ مش عارف هتعمل، مفيش فلوس تشترك مع المدرب او تجدد، وهنا انت بتكون وقفت في نص الطريق، لا انت عارف تكمل ولا انت عارف توقف. واحسن لك هعمل الاثنين، يا هتبطل خالص بسبب ان نفسيتك هتتعبك وان انت مستواك هيبدا يقل والكلام ده، يا هتحاول تاني انك تعتمد على نفسك. فانا بقى هريح من ده كله، انت من اول الطريق هتعتمد على نفسك. انما كتب التشريح والكلام ده، انا ممكن احط لك كتب التشريح على فكره ضمن الكتاب، بس لا انا عايز ادي لك كتاب تستفيد بيه، تعرف تنزل الجيم، تدخل الجيم كده انت عارف انت هتعمل ايه النهارده. انت تيجي
مثلا هتاكل تبقى عارف انت هتاكل ايه وايه اختيارات اكلك وهتاخد ايه من هنا وايه من هنا وايه من هنا وتعمل ايه. عندك شويه ميه زياده، ازاي هتنزل الميه وازاي هتعمل الكلام ده اللي انت هتشوفه في الكتاب. عايز تاخد فيتامينات او انت في احتياج لفيتامينات، امتى تستخدم الفيتامينات، امتى توقف الفيتامينات، ايه الجرعات اللي تاخدها، كل دي حاجات موجوده في الكتاب. في اكتر من كده بلاش بقى عشان فاهم.